في العالم ده الناس بتاخد قدرات خارقة لما بياكلوا فاكهة من شجرة المهارات، بس لايت حظه كان زفت ووقع في اكتر مهارة شكلها ملهاش اي 30 لازمة في الدنيا، سيد المكسرات. وفي اليوم اللي كل الناس كانت رايحة فيه تاخد مهاراتها، كان لايت وصديقة طفولته لينا ماشيين في طريقهم للكنيسة عشان طقس الشجرة، وكانوا عمالين يتكلموا بحماس ويا ترى هيطلع لهم قدرات شكلها ايه. لايت كان حلمه يبقى مغامر ومحارب، فكان اي حاجة ليها علاقة بالقتال والضرب هتخليه طاير من الفرحة. اما لينا فما كانش فارق معاها هيجيلها مهارة ايه، اهم حاجة عندها انها تفضل جنبه وخلاص. بس برضه كانت متوترة وقلقانة لان محدش بيعرف مهارته غير لما ياكل الفاكهة الاول. لايت كان واثق جدا وشايف ان الاتنين هيطلعوا بمهارات جامدة وتطير العقل، بس الواقع كان ليه رأي تاني خالص. اول ما دخلوا للكنيسة الراهبة الاسطورية قعدت تشرح لهم الفاكهة دي بتشتغل ازاي. قالت لهم ان بمجرد ما اي حد ياكل فاكهة بياخد مهارة بتضمن له يشتغل في اي مجال يخص المهارة دي ويعيش مرتاح من غير ما يشيل هم الديون او القرش. بس القوانين صارمه، كل واحد ليه يختار فاكهه واحده بس، لان في قانون محفور في الصخر مش بيتكسر، اي حد يحاول ياكل فاكهه تانية بيموت في ساعتها. وناس كتير جدا راحت فيها وماتت لمجرد ان مهارتهم الاولى ما كانتش عاجباهم وحاولوا يجربوا حظهم تاني. عشان كده الراهبه اكدت عليهم تاني بشده ان نسبه الموت هنا 100% وما فيهاش يا مرحميني. لينا اترعبت واتخضت اول ما سمعت الكلام ده، بس الراهبه طمنتها وقالت لها مفيش اي خطوره خالص طول ما انت بتاكلي فاكهه واحده بس، وقالت لهم يلا اتفضلوا اختاروا. لينا اتصدرت الاول، اخذت قطمه وفجاه حست بطاقه جباره بتنفجر جواها ونور ساطع بيلف جسمها كله وسخونيه شديده جرت في عروقها. الراهبه في ظرف ثانيه فهمت ايه اللي بيحصل. لينا صحت جواها مهاره السياف الاسطوري، ودي مهاره نادره جدا الراهبه نفسها تقريبا عمرها ما شافتها بعينيها قبل كده، وده معناه ان لينا مكتوب لها تبقى واحده من اعظم المغامرين في البلد كلها. لايت كان فرحان لها من كل قلبه وقعد يهنيها بحب بجد. بعد كده جه دوره، هو مسك فاكهه وكان يدوب بيتمنى حتى لو ما خدش حاجه خارقه للطبيعه تطلع له على الاقل مهاره قتاليه تخليه يعرف يقف جنب لينا. بس اول ما اكل القطمه قلبه وقع في رجليه، المهاره بتاعته طلعت مجرد شويه كلام فاضي، التعامل مع المكسرات. الراهبه حاولت تطبطب عليه وتهديه، بس الحقيقة كانت واضحة ومؤلمة. معاركه الوحيدة في الحياة هتبقى ضد الآفات والحشرات في أرض زراعية. لايت اتدمر نفسيا وحس إن حلمه مات واتدفن في لحظتها، وقام سائل الراهبة بكل يأس لو ينفع يجرب حظه وياكل فاكهة تانية. بس الراهبة رفضت تماما وفكرته إن الفاكهة التانية معناها موت محقق أو مفيش فيها كلام. لينا حاولت تشجعه وتهون عليه وقالت له إنها مستعدة تقعد معاه في القرية وتزرع معاه، لأن أهم حاجة عندها إنهم يفضلوا سوا. بس الراهبة الأسطورية الموقف ده ما عجبهاش خالص وقالت لها ان مهارتها دي كنز قومي نادرا لما بيتكرر ولازم تخدم البلد. وقررت تاخد لينا فورا للعاصمة عشان تتدرب هناك، ولينا ما كانش عندها اي سلطة او قدرة انها ترفض. فقبل ما تمشي وعدت لايت انها ترجع له في يوم من الايام. عدت 3 شهور ولايت بيحاول يتأقلم مع حياته الجديدة كفلاح، بيستخدم مهارته عشان يزرع مكسرات نظيفة ويكبرها ويبيعها في السوق. ايامه كانت ماشية بهدوء طول ما هو دافن احساسه بالفشل والعجز جوه قاع قلبه. بس في يوم وهو راجع من السوق شاف اعلان محطوط عن لينا بيبين انها وصلت لرتبة عالية جدا في وقت قياسي. فرح عشانها من قلبه، بس نفس الفرحة دي كانت بتقطع فيه لانها فكرته انه متأخر، ورغم انه عارف تمام العلم انه ما عندوش اي مهارة قتالية كان لسه بيتدرب كل يوم ماسك سيف عمال يضرب بيه جذع شجرة مرة ورا التانية، وعمال يقنع نفسه انه لو قدر يشق الجذع ده نصين يمكن ساعتها يثبت بدراعه انه يستاهل يبقى مغامر. بس المشكلة ان المجهود مش دايما بيجيب نتيجة، وبعد كل التدريب الشاق ده الحصيلة الوحيدة اللي طلع بيها هي ايدين متورمة ومزرقة من الكدمات. وقع على الارض مكسور وقعد يفكر مع نفسه يا ترى لينا لسه فاكراه اصلا ولا نسيت شكله واسمه. هي كانت وعدها ترجع، بس بعد الشهرة والفلوس مش هيستغرب لو كانت نسيت اسمه ووشه خالص. وفي اللحظة دي بالذات جات له بنوتة صغيرة اسمها إيسا وقالت له انها جايبه له كوباية مية. إيسا دي كانت
كانت زي اليتيمه، وعمده القريه ما كانش عاوز يشيل مسؤوليتها، فسابوها زمان قدام باب بيت لايت. ولما لايت شاف ان ملهاش اي حته تروحها قرر ياخدها عنده، ومن اليوم ده والاتنين عايشين سوا. ايسا قالت له انها خلصت طبخ والاكل جاهز ولو حابب يدخل ياكل. لايت وافق بابتسامه وهو فرحان، وهو بياخد اول قطمه من الاكل ايسا سالته هو محصول النهارده عمل ايه؟ رد عليه وقال لها الحمد لله الارباح كويسه، خصوصا انه كان مركز الفتره دي يزرع فواكه المهارات، وقال كمان انه فرس فواكه المهارات دي بعنايه وحطها جوه صناديق وعمل عليها علامات تحذير واضحه جدا، واكد عليها بشده انها ما تقربش ناحيتها او تاكل منها خالص. التحذير ده كان هيبقى مفيد جدا لان فواكه المهارات خطر على الحياه، او على الاقل كان هيبقى مفيد لو قال لها قبلها بساعه، لان الهانم كانت حاطه شويه حلوين من الفواكه دي في وجبه الاكل اللي بياكلوها حالا دلوقتي. لايت اتمطر من مكانه زي المضروب بالنار وسالها برعب انت متاكده انك حطيتي فواكه مهارات في الاكل؟ فقالت له بثقه ايوه حطيت، وعلى حسب كلام الراهبه اكل فاكهه مهاره تانية معناها الموت الاكيد. وفجاه في نفس اللحظه جسم لايت ابتدى يسخن جدا، ووجع سكين نازل في صدره بيقطعه. افتكر ان خلاص دي النهايه، وقع على الارض وباخر نفس طالع منه اعتذر لايسا وقال لها ان الذنب ذنبه هو، لانه كان فاكرها تفهم علامات التحذير مع انها مش بتعرف تقرا اساسا. وهو ممدد على الارض مستني الموت يجيله، لاحظ ان الموضوع واخد وقت اطول من اللازم بكتير، قعد مذهول واكتشف انه زي الفل ومفيش اي حاجه. ايسا شافت وشه الغريب وسالته هو انت كويس؟ وده بالظبط اللي كان هيطير عقل لايت، المفروض اكل الفاكهه التانية يموته في ساعتها، طب هو لسه عايش وبصحته ازاي؟ وفي اللحظه دي جاله صداع رهيب، حس دماغه هتفرتك وحس بمهاره وطاقه جديده بتجري في جسمه. ايسا هي كمان حست بحاجه غريبه، وبما انها اكلت من نفس الفاكهه فده معناه انها هي كمان خدت مهاره جديده. وفجاه بقت شايفه كلام طاير في الهواء قدام لايت، وقعدت تقرا معلومات مهاراته. المهاره بتخليه ينتج مكسرات، وكمان بتديله مناعه كامله ضد اي سموم ليها علاقه بالمكسرات. لايت سالها باستغراب انت عرفتي كل ده منين؟ فقالت له انها شايفه كلام مكتوب في الهواء قدامها. لايت على طول فهم ان ايسا خدت مهاره التقييم. بعد كده كملت قرايه واكتشفت ان عنده مهاره تانية اسمها سيد السيف، ودي مهاره بتزود قوه هجومه بفرق جبار وهو ماسك السيف، وبتعلي دفاعه ومقاومته جدا. لو الكلام ده صح يبقى حلمه اخيرا بقى ممكن ويتحقق. لايت قرر يجرب بنفسه، جرى لبره وهو ماسك سيفه، طلع على الغابه رفع السيف وبضربه واحده بس شق جذع الشجره نصين. ومن اللحظه دي لايت بقى قوي بشكل يخوف ويرعب. ثاني يوم نزل لايت المدينه وكل همه يزور نقابه المغامرين ويحقق حلمه اللي حلم بيه طول عمره. كان متحمس جدا، واول حاجه لفتت نظره كانت لوحه المهمات اللي مليانه طلبات. اصل لو نجحوا في مهمه واحده بس هيجيبوا فلوس تخليهم يشتروا معدات انظف واكل احسن. بس الفلوس ما كانتش السبب الوحيد اللي جابه هنا، كان عاوز يجرب قوه مهاره سيد السيف في معركه حقيقيه بجد. قال لإيسا تقعد تستناه عقبال ما يجيله مهمه، وهي قاعده مستنياه استغلت مهاره التقييم وقعدت تبص على الناس اللي حواليها، وكانت مبهوره بتنوع المهارات ومصدومه من غرابه شويه منها. وفجاه سمعت خناقه وصوت عالي عند الخزينه. شافت لايت مشتبك مع مغامر بيتريق عليه وبيقول له واحد بيبيع مكسرات مالوش مكان هنا معانا. لايت كبر وما ردش عليه وقال يلا نمشي، بس الراجل دمه فار واتغاشم عليه وهجم عليه بالسيف. لايت صد الضربه بكل سهوله، ولما صحاب الراجل شافوا اللي حصل خدوا بعضهم وسحبوه بره ومشوا. بعد فتره قصيره طلع لايت وإيسا عشان ينفذوا المهمه، وراحوا ناحيه السهول الصخريه، وهناك قابلوا وحش شبه سلايم. لايت هجم عليه وشقه نصين وشق الارض تحته بالمره. كان طاير من الفرحه، بس في نفس الوقت فهم انه محتاج يتعلم ازاي يتحكم في قوته شويه. وهم شغالين بيقطعوا الوحش سمعوا صريخ جاي من بعيد، ولقوا نفس المغامر الرخم واقف قدام وحش عملاق. المغامرين دول استغلوا لايت كطعم وسابوه يواجه الوحش لوحده. الوحش ضرب ضربه غشيمه بس لايت تفاداها، بس إيسا حذرته وقالت له ان مهارته مش بتحميه من الاصابات المباشره، يعني ضربه 100 مظبوطه ممكن تجيب اجله وترميه في التابوت. ورغم ان الموت كان قريب منه قوي لايت رفض يرجع ورا ويستسلم، كان مصمم يكمل للاخر لانه عاوز يبقى اعظم مغامر في العالم، وكان عارف ان لو فعلا عاوز يوصل للحلم ده فده الاختبار اللي لازم يعديه. واحده واحده ابتدى يتعود على القوه الجديده اللي بتجري في جسمه، نط في الهواء، ولما العملاق حاول يهجم لايت ضرب سلاحه وقسمه نصين. وكل ده وجين وشلته واقفين على صخره قريبه مش مصدقين عينيهم. بعد كده رجع لايت للنقابه عشان يبدل الغنائم بفلوس، بس الموظفه هناك اتصدمت ان واحد لوحده يقدر يفرتك عملاق، فطلع ليها قرن العملاق عشان يثبت كلامه. وشله جين اكدوا كلامه وقالوا
وقالوا انهم شافوا المعركة كلها بنفسهم. اخيرا صدقته وقالت له يستنى شوية عقبال ما تحضر له المكافأة. وفي الوقت ده شلة جين قعدوا يشكروا لايت تاني انه نجاهم وما موتهمش. الناس بدأت تتجمع عند مدخل النقابة، فلايت سأل هو ايه اللي بيحصل. جين قال له ان الفريق صاحب اعلى رتبة رجع، وده نفس الفريق اللي لينا انضمت ليه، وده معناه ان دي اول مرة لايت يشوفها بعد 3 شهور كاملين. لايت مشى ناحيتها وسلم عليها، بس نشأ في مكانه لما ردت عليه ببرود وقالت له انها عمرها ما شافته قبل كده. الكلام ده دمره خالص، ما كانش فاهم ازاي تقدر تنساه في 3 شهور بس، ففضل واقف متنح وفاتح بقه من الصدمة. ايسا ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل، بس حاولت تخرجه من المود واقترحت عليه يروحوا ياكلوا بيتزا. لايت وافق وراح معاها، بس الزعل كان باين على وشه زي الشمس. ايسا قعدت تقول له لو ما جمدتش كده هخلص البيتزا كلها لوحدي، وبما ان لايت دفع فيها مبلغ وقدره فحتى وهو قلبه مكسور ما كانش مستعد يسيب الاكل يضيع هدر. قعد ياكل بسرعه رهيبه لدرجه انه كان هيختنق ويموت في لقمته. ولحسن الحظ حد مد ليه كوبايه ميه، ولما رفع عينيه عشان يشكر الشخص ده اتصدم صدمه عمره. كان هيصرخ وهيهتف باسمها، بس هي حطت ايديها على بقه بسرعه وقالت له يسكت ويكتم عشان جروس ما يسمعهمش. قعدت معاهم وايسا عرفت بنفسها. لينا كان لسه هتساله هو انت لحقت تخلف بنت فيه 3 شهور ازاي، بس لايت قطعها وسالها هي بتعمل ايه هنا. لينا هي كمان كانت متفاجئه لما شافته في النقابه، فلايت حكى لها بفخر ان هو وايسا بقوا مغامرين خلاص، وفهمها قصه فواكه المهارات والمهاره الثانيه اللي جات له. لينا كانت فرحانه ليه من قلبها عشان اخيرا ابتدى يمشي في طريق حلمه. لايت بعد كده سالها عن حياتها مع الفريق، بس وشها اتقلب وكان باين عليها انها مش مرتاحه ومخنوقه. قالت له الفلوس حلوه وكويسه، بس الجو هناك مليان مشاكل وخناقات وتوتر، وحذرته يبعد عنهم تماما لو عاوز يعيش حياته مبسوط. لايت ما كانش فاهم الحوار في الاول، فحكت له عن مهمه راحوها ودخلوا في خناقه مع تعبان ضخم واستخدموا نار وحرقوا ارض فلاح مسكين. بس جروس ما فرقش معاه ولا تهز، وحتى الرهاب الاسطوريه ما كانش هاممها، لان كل اللي فارق معاهم ان التاريخ يفكرهم كابطال وبس. لينا ما كانتش بتقول كل حاجه، بس لايت حس بنفسه هي قد ايه تعبانه ومطحونه، فطلب منها تيجي معاه هو وايسا، بس هي قالت ان مفيش امل تسيب الفريق. ادعت ان هي زي الفل، بس عينيها كانت بتدمع وبتعيط، وبعد كده قامت ومشيت. بعد شويه لايت استلم مكافئته، وكانت 100,000 قطعه ذهبيه، مبلغ عمره ما شافه في حياته، بس ما كانش عارف يفرح لان عقله كله كان مشغول بلينا. ايسا اقترحت عليه يروح يكلم جروس وش الوش، فدخل لايت القاعه وسمع جروس عمال يتفشخر ويتمنظر قدام الحريم. وفجاه دخل موظف وبيشتكي ان في قريه اتحرقت واتدمرت بسبب النار بتاعتهم، بس جروس طنش الشكوى وكان باين انه مبسوط ومستمتع بالخراب ده. لايت دمه فار وما استحملش، اتصدر له وقال له سيب لينا في حالها، بس جروس اتريق عليه وامر الحراس يرموه بره. المغامرين حذروا لايت ان الوقوف قدام جروس ده لعب بالنار وخطير. تاني يوم لينا قررت تمشي وتسيبهم، بس جروس هددها وضربها واجبرها تستسلم وتخضع ليه. في نفس اليوم واول ما الفريق كان طالع بره المدينه لايت وقف في وشهم وقال لجروس انه جاي ياخد صاحبه عمره، وبعدين بص لينا وقال لها ان هو وايسا طالعين يصطادوا وحوش وعاوزينها تيجي معاهم، لانهم في الاخر كانوا واعدين بعض يبقوا مغامرين سوا. ولايت كان مصمم يوفي بعهده مهما حصل. لينا افتكرت وعدهم وكانت من جوه قلبها عاوزه تروح معاه، بس ما كانش عندها القوه انها تقف في وش جروس، فترجت لايت يبعد عنها عشان ما يتاذيش. ولما لينا رفضت العرض جروس حاول يطرده بره، بس لايت رفض يستسلم واعلن قدام الناس كلها انه عاوز ينازل جروس في مبارزه عشان حريه لينا. في الاول جروس رفض وكان شايف ان مفيش داعي يحارب واحد صعلوك ملوش اي قيمه، بس لايت نكزه وجر في الكلام لما ساله هو انت خايف تخسر قدام واحد حافي زيي؟ جروس ما كانش بيطيق يتهان قدام الناس، فوافق وهو ناوي يفرم لايت ويخليه عبره لمن يعتبر، بس حط شرط واحد، لو لايت خسر هيتمنع من نقابه المغامرين مدى الحياه وعمره ما يدخل المدينه دي تاني. لايت وافق من غير ما يتردد ولا ثانيه، بس لينا اترجته يفكر بعقل لان ما عندوش اي فرصه قدام جروس. جروس سحب سيفه وقبل ما يهجم ايسا حذرت لايت ان جروس عنده مهاره سرعه مرعبه بتخليه يقفل المسافه بينه وبين اي خصم، وده في طرفه عين. لايت مسك سيفه وقال ما انا كمان عندي مهارات، بس جروس رفض يصدق ان في حد ممكن يكون عنده مهارتين في وقت واحد. وفجاه جروس هجم بسرعه تخوف، ولايت بالعافيه شاف الضربه وصدها، وبعدها جروس نزل في ضرب وجبر لايت يفضل يدافع بس لان ما كانش عارف يلاحق على السرعه دي. لايت حاول يعمل مسافه ويبعد، بس جروس ظهر وراه في ثانيه وضربه ورسخ له فكره ان ما فيش اي مكان امان طول ما جروس قريب منه. وحتى بعد كل ده لايت رفض يرفع الرايه البيضاء وهجم، بس جروس كسر سيفه وخلى المعركه شكلها خلصت خلاص. بعدها جروس قال للينا انه هيعفي عن لايت لو اعلنت ولائها وطاعتها ليه طول عمرها. لايت طمنها وقال
قال لا ما تخافيش انا هكسب، ولينا قررت تصدقه وتحط ثقتها فيه. جاروس اتعفرت وعقله طار وقرر يقتله ويخلص منه. ولايت اللي بقى من غير سيف بص حواليه ومسك مقشه من حد كان واقف قريب. جاروس افتكرها نكته وبيحور، بس لايت كان متاكد انه يقدر يكسب حتى بالمقشه. اتخيل المقشه سيف واعتمد على حواسه بدل ما يركز بس على حركه جروس. واول ما جروس اندفع عليه لايت رزعه بالمقشه وضربه ضربه جامده طيرته في الحيطه. جروس اغمى عليه ولايت كسب المبارزه. بعد كده لايت حذر الفريق وقال لهم لو حد قرب من لينا تاني هيروقوا، وبص لينا وقال لها انت حره دلوقتي ويلا تعالى معايا. لينا وافقت وهي طايره من الفرحه. عدى اسبوع ولايت لسه شغال بيزرع مكسراته، بس المره دي لينا كانت معاه وبقى مبسوط واحواله احسن بكتير. كانت بتطبخ وتساله عن اصاباته وهو بيطمنها انه زي الفل، بس كانت لسه في مشكله صغيره. الراهبه كل شويه تبعت ناس عشان يقنعوا لينا ترجع، ولما كانوا بيروحوا النقابه مش بيشوفوا غير شغلانات تعبانه وفلوس ملاليم. بس لينا كانت مبسوطه لانهم بيساعدوا الناس وخلاص، ورغم انهم بيقبضوا قرشين صغيرين في الاخر كانوا راضيين ومبسوطين. الراهبه قررت تديهم مهمه صعبه جدا، وتاني يوم طلعوا على وادي مونتي، وكان الضباب هناك تقيل جدا لدرجه ان لايت ما كانش شايف قدام عينيه. ولما وصلوا القصر الحصان وقف، وقبلها بساعات النقابه كانت مديالهم مهمه عن مغامرين مفقودين، ولينا عرفت اساميهم وقالت جدا. بس لايت وإيسا كانوا متحمسين وبداوا الرحله، وهم ماشيين جنب الجبل لايت حذر إيسا، بس هي اتحمست ونطت قريب من الحافه فاتزحلقت وابتدت تقع، ولينا وقعت وراهم هي كمان. لايت استخدم سيفه عشان يعمل هبه هواء خفيفه تهدي الوقعه ونزلوا بسلام. بس اول ما نزلوا اتزنقوا واتحصروا فورا. لايت هجم بكل ثقه وشق واحد من الوحوش نصين. لايت كان عنده حق لما قال ان الوحوش دي عبيطه وسهله، بس لينا وإيسا اخدوا بالهم من حاجه غريبه، الكائنات دي مش طبيعيه خالص. لايت وقف لحظه وبص لهم بتركيز، وفجاه اتصدم، اكتشف ان الكائنات دي كلهم مغامرين. إيسا استخدمت مهاره التقييم وقالت للكل انهم اتحولوا لجثث متحركه زومبي بعد ما تعضوا، وكل مهاراتهم لسه شغاله وزي ما هي زي زمان لما كانوا عايشين. فحذرت لايت ولينا انهم ياخدوا بالهم جدا. لايت كان متلخبط ودماغه رايحه وجايه، ما كانش قادر يستوعب ان الوحوش اللي كان عمال يقتلها بحماس طلعت في الاصل بني ادمين زيهم. ومن كتر ما كان سرحان ومشتت جثه من الجثث كانت خلاص هتعضه، بس لينا اتصدرت وشقتها نصين. لينا كانت فاهمه لايت اتردد ليه، بس بنفس الوقت كمغامرين كان واجبهم يريحوا زمايلهم القدام ويخلصوهم من المعاناه دي. لايت فهم كلامها ووافق يكمل قتال، بس دلوقتي كان لازم يدخلوا جوه القصر لان يمكن يلاقوا حد لسه عايش. ولما فتحوا الباب لقوا جثث متحركه اكتر واكتر مستنياهم جوه. لينا مسكت القياده وابتدت تفتح طريق وتفرتك في الاعداء بمهاره ودقه عاليه. لايت انبهر بخبرتها ومعرفتها بالوحوش لانها كانت بتغير خطتها على حسب الخصم اللي قدامها. الجثث البشريه لازم طعنه في القلب، والهياكل العظميه لازم تقطع السلسله الفقريه بتاعتها، والحركات دي كانت محتاجه خبره ومهاره عاليه. ورغم ان مهاره ملك السيف بتاعت لايت كانت اقوى من مهاره سيد السيف بتاعت لينا، الا ان لينا كانت سابقاه بمراحل في خبره المعارك الحقيقيه. بس لايت ما كانش ناوي يفضل واقف يتفرج وخلاص، فسحب سيفه ودخل في الجثث تقطيع وفرتكه. بس نسي ان إيسا ما عندهاش اي مهارات قتاليه وسابها مكشوفه من غير حمايه. جثه اتسللت وراها وكانت خلاص هتضربها، بس لينا جرت وطعنت الجثه في بطنها وقتلتها في ساعتها. ولما الجثه اختفت لينا سالت إيسا لو كانت كويسه، فإيسا طمنتها. فلينا اتبسطت شويه، بس ما كانتش قادره تطنش الغلطه الغشيمه دي لانها كانت ممكن تروح فيها إيسا. لا يتكرر من اللحظه دي انه يحارب بدماغه وبعقل وما يترددش تاني ابدا، ويضمن انهم كلهم يخرجوا من الليله دي سلام واحياء.